السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. ان شاء الله هنعمل مع بعض الجاتوه شاتو او الجاتوه الاقتصادي، او بقى ايه قولوا عليه زي ما بتقولوا، زي ما انتم شايفينه معايا كده. حاجة كده بجد طعمها تحفة وهش جدا، وحاجة بجد يعني هتحكي على اولادك من الاخر، وهتعملي لهم حاجة حلوة وموفرة في نفس الوقت. يلا نقول بسم الله ونشوف تفاصيل الفيديو. اول حاجة كده معايا كوباية من السكر، كوباية من الزيت، وكوباية من الحليب، ومعايا 4 معالق كبار من الكاكاو الخام او 3 معالق. خلاص، يبقى معدل يعني ربع كوبايه كده، او حوالي نص كوبايه بس مش مليانه قوي. كل الكلام الحلو ده كده هضربه في الخلاط. هفضل اضرب فيهم لغايه ما ادوب السكر تمام. يبقى حطيت كوبايه من الزيت، كوبايه من السكر، حطيت كوبايه من الحليب، حطيت 4 معالق كبار من الكاكاو الخام. خلاص، انا بجيبه سايب من عند العطار. هضربهم كويس جدا جدا، وبنزل اللي على الجوانب. لو لقيتيه تقل معاكي هتخفي تاني بكوبايه حليب. فانا كده حطيت كوبايتين حليب. خلاص، لان كل ما بتضربي فيه في الخلاط القوام بتاعه بيتقل، وانا عايزه القوام بتاعه يبقى سايل. بنزل بقى اللي في الجوانب عشان كله يتضرب كويس ويبقى واخد لون واحد. بس كده ضربتهم كويس جدا جدا، وفي بوله بقى، وهناخد منهم حوالي كوبايتين. هقول لكم هنعمل بيهم ايه. كوبايتين بالظبط. شايفين القوام بتاعه السايل دوت؟ انا عايزه القوام ده. زي ما قلتلك، لو لقيتيه تقيل معاكي بايديك انت بتخفيه بشويه حليب. بس كده هدخلهم بقى التلاجة، وتعالوا نشوف هنكمل الوصفه ازاي. هنزل بقى ب4 بيضات، ولو 3 كام تمام او متوفرين. دول بيض بلدي. هحط ظرف فانيليا او باكت فانيليا، وهحط معلقتين كبار كده من الخل الابيض العادي بتاعنا. بيدي هشاشه حلو جدا للكيك، وبيمنع زفاره البيض. هضربهم بقى ضرب كويس. عايزه البيض يختلط بالخليط اللي احنا عاملينه قبل كده. بس ضربتين حلوين كده برضو في بولة بقى، وهنزل بالخليط دوت او في طبق اللي انا هعجن فيه يعني. بس نزلت بقى بالخليط في الطبق زي ما انتم شايفين معايا بقى حوالي 3 كوبايات من الدقيق او الطحين. هنزل عليهم بكيس بيكنج باودر اللي هو خميرة الحلويات، وهبدأ انخل الدقيق. طبعا زي ما متعودين، دقيق الكيك بتنخليه مرة واتنين وتلاتة. كل ما تنخليه اكتر بيديكي نتيجة هايلة. بس كده نخلت الدقيق، وبالمضرب اليدوي العادي هعجن او اقلب الخليط دوت في اتجاه واحد. في اتجاه واحد بقى كده واعجني. هفضل اقلبه كويس لغايه ما الدقيق يتوه مني. ولو لقيتي القوام ما شاء الله ماسك نفسه شويه وتقيل، برضو بتزودي حوالي نص كوبايه من الحليب، او على حسب بقى لما توصلي للقوام اللي انا وصلت له ده. انا حطيت حوالي نص كوبايه ومعلقتين 3 كمان. خلاص، في صاج بقى، او ممكن انت تحطي في صينيه دهنتها زيت وغلفته بمعلقه دقيق. هنزل بالخليط زي ما انتم شايفينه. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180. هدخلها على الرف الاوسط. هتاخد معاكي حوالي تلت ساعة بالظبط، او 25 دقيقة. خلاص، لو فرن كويس يعني. هخبط خبطتين كده على الرخامة، اخرج الهواء منها، وابدأ ادخلها بقى على الشبكة، واحطها في الرف الاوسط، بقيت عليها من تحت بس. بعد ما خرجت من الفرن، شايفين طالعه معايا بالجمال والحلاوه دي. طبعا عشان كيكه الشوكولاته ما بتبقاش باينه قوي، لازم نعمل لها اختبار بخله كده نشوفها استوت ولا لا. الخله طلعت معايا نظيفه وزي الفل. جبت شوكه بقى كده علشان انا عايزه اخرمها، علشان هسقيها اللي هو الشوكولاته اللي احنا نقصناها. خلاص، بس قبل ما اعمل كده هوريكم ازاي انا هقلبها، عشان تعرفي ممكن كمان تعملي منها طبقتين جاتوه. ممكن كنت قطعتها، حطيت كريم شانتيه في النص، وكنت عملتها زوقتها، كانت هتبقى تحفه. شايفين طالعه معايا بالجمال والحلاوه دي، واتقلبت معايا سهله جدا. تعالوا بقى هقلب الصينيه على ظهرها. شايفين؟ وهروح قلبها خلاص، لان هردها تاني على الشبكه. ولا اسهل من كده. شايفين الجمال؟ زي ما قلت لك، ممكن تروحي قطعها من النص كده، وعندك كريم شانتيه هتحشيها من النص، وهتعملي طبقات جاتوه هايله. بس كده اهو، وبدقيق عادي خالص، مش بدقيق سبونش ولا اي حاجه.
نجيب بقى الشوكولاتة او الصوص الشوكولاتة اللي احنا كنا شايلينه في التلاجة، ونبدأ نحطه على الوش. ممكن ما تقلبيهاش وتحطي صوص الشوكولاته ده في الصينيه عادي خالص زي ما كانت محطوطه، بس انا حبيت اوريكم انت ممكن تعملي منها طبقات جاتوه، تقلبيها وتشكلي منها اللي انت عايزاه. يعني بصوا بمقادير بسيطه جدا وحاجات موجوده في كل بيت، ومش هتكلفك اي حاجه وهتفرحي اولادك وهتعملي لهم حاجه حلوه كمان. بسباتيولا بقى كده وبوزع الصوص كده على وش الكيك. بس شايفين ما شاء الله تحفه، قربت لكم الكاميرا من الجوانب بقى كده، وهعمل عليها بالاسباتيولا علشان ينزل عليها صوص برضو من بتاع الشوكولاته اهو. هسيبها بس حوالي 5 دقايق كده تشرب الصوص دوت، وتعالوا بقى نشوف هنقطعها ونشكلها ازاي. ولو حابه تسيبيها كمان في التلاجة تشرب كده الصوص ده والصوص يجمد شويه، يعني حوالي ربع ساعه هيبقى احسن وافضل كمان. بصوا بقول لكم ان انا هقلبها على الصينيه هنا، هحطها بقى على الصينيه وارجع لكم. بص بعد ما حطيتها تعالوا بقى نقيس كده ونخرطها. كنت عايزه اخرطها خرط زي بتاعه الجاتوه، في طلع معايا مستطيل شويه وفي طلع مربع، مفيش اي مشكله خالص، احنا اللي هناكلها. بصوا شايفين الجمال والحلاوه، تحفه يا بنات. هقطعها بقى عشان تديني شكل خرط الجاتوه. بس بعد ما خرطتها عندي بقى كده ايه حته شوكولاته خام كده اللي هو الشوكولاته البيضه، هسيحها على بخار ميه كده على البوتاجاز، وبعد كده هحطها في كيس تلاجة، وتعالوا بقى نعمل بيها شكل كده ايه، كأن احنا جايبين قطع جاتوه من بره. اي شكل عندك، لو عندك شوكولاته برضو خام ابشري حته كده بالمبشره ورشيها على وشه، فبيدي معاكي حاجه جميله جدا جدا وشكل حلو قوي. بصوا الجمال. هجيب بقى كمان قطعه. بصوا اي الشوكولاته البيضاء انا سيحتها على حمام بخار، حمام ميه سخن طبعا. بصوا حطيتها في كيس، وبعمل كده ايه يعني حاجه كده عشوائي كده من على الوش، فبتديني المنظر دوت اهو. بعد ما خلاص بقى بتزينيها وكده بتسيبيها حوالي نص ساعه في التلاجة. كل الكلام الحلو اللي على الوش ده بيمسك نفسه شويه وبيجمد، وبعد كده قدميها للاكل. صحتين وهنا على قلوبكم. حاجه بجد كده حاجه خفيفه وجميله، وما شاء الله من كوبايتين دقيق عملنا 20 قطعه جاتوه. ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ هكمل بقى بقيه الكميه بنفس الطريقه كده اهو. اي شكل بقى انت اعمليه من على الوش. بس كده اللهم بارك، يعني بصوا ما شاء الله كمية حلوة جدا جدا. لو عندك ضيوف او عندك حد ممكن تعمليها وتقدمها لهم. طبعا انتوا عارفين الاسعار بره بقت عاملة ازاي، بجد احنا كل يوم بنتصدم من الاسعار. فياريت تعملوا الحاجة في البيت، هتبقى احلى واكتر وكمية اكتر واوفر، وحاجة انت عاملاها بايديك. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ ايه رأيكم؟ حطوا لايك حلو بقى للفيديو. لسه مشتركش في قناتنا ينزل تحت الفيديو كلمة اشتراك يضغط عليها، كلمة كده بالأحمر، ويفعل الجرس على كلمة الكل علشان كل ما ننزل فيديو ينزل له بيه إشعار. يا رب يكونوا بتطلعوا من فيديوهاتي مستفيدين. بحبكم في الله يا أحلى اخوات في الدنيا. يلا بقى شير للفيديو لكل أصحابكم، وما تنسوش تحطوا لايك. انتظروني في فيديو جديد إن شاء الله. يلا سلام عليكم.